وبعد ما رجعنا من التقرير شفناه كان بيقول ايه؟ بيقول ان 75% من الناس مش عايزين يتركوا التدخين، وفي نفس الوقت بنقول انه ممكن بيبقى التدخين عبارة عن رباط عاطفي، وبنقول كمان ممكن بيكون عادة، بنقول كمان ممكن يكون اندماج اجتماعي، وبرضه بنقول ممكن يكون علاج نفسي. تعالوا نمسك حاجة حاجة ونشوف هل هي ده صح ولا غلط. تعالوا نقول رباط عاطفي. خلينا نقول رباط عاطفي بمعنى ايه؟ لما حد يقول لك يعني ايه رباط عاطفي؟ عايزين نقول بعض الناس مثلا او السيدات لما بيحسوا ان مفيش حد معاهم او مش عارفين يتكلموا مع حد، فبيبتدوا ياخدوا الشيشة كصاحبة ليهم او كصاحب، ان انا السجارة صاحب او الشيشة صاحبة. بمعنى ايه؟ ان انا بشرب الشيشة بنفخ، بحس ان انا بكلم حد، باخد ودي مع حد. ده بالنسبة للسيدات. وفي نفس الوقت برضو عايزين نقول حاجة تانية اجتماعي. بمعنى ايه؟ ان في بعض الاصدقاء سوا تعالوا نخرج، تعالوا نخرج، هنروح فين؟ تعالوا نروح على الكافي. دي ابسط حاجة بقت بين الاصدقاء، الكافي. لا طب فين النادي يا جماعة؟ فين النادي؟ فين اي لعبة حيوية كده تخلي جسمك يعني تحس كده ان انت لسه شاب؟ فين الاحياء بتاعت ان انت تعمل حاجه تخلي جسمك يحيى من جديد، يبتدي يتحرك، يبتدي يعمل تجديد دم، يبتدي يعمل اي حاجه؟ كل حاجه بقت كافي كافي كافي. هو في ايه؟ ما بقاش في غير كافي في البلد ولا ايه؟ لا والله في نوادي وفي كل حاجه. وبجد انا نفسي اتمنى ان اولياء الامور اللي بياخدوا اولادهم للكافيهات الموضوع ده يتمنع. ده يتمنع ليه؟ لان انا بربي طفلي على الخطا. اما اوديه كافي ده مش صح. لما انا اوديه كافي ده مش صح. بمعنى ايه؟ انا زي ما قلت من شويه احنا بنعوده. طب فين؟ طب انا عايزه اوديه بقى نادي. تعالى اتعلم اجري، تعالى اتعلم، شوف الاصدقاء الصح. يروح نادي يبتدي يجري، يلعب كوره، يلعب تنس، يلعب الحاجات الصحيه. لما انا ما اخليش طفلي يلعب الحاجات دي وهو صغير ويبتدي ينشأ على كده ويشوف الدنيا الحلوه شكلها ايه، امال هعلمه امتى؟ هخلي بالي منه امتى؟ ليه انا بضحي بطفلي من صغره؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه عايزين نقول يعني ايه شيشه جماعيه؟ جماعيه يعني مجموعه مع بعض الناس. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي قاعده، انا ما بحبش اشرب الشيشه، بس انا شايفه اصدقائي كلهم بيشربوا. ممكن فيهم اللي يقول عليا متخلفه، فانا دماغي تقول لي ايه؟ لا انت متخلفه ايه؟ لا ده انا زي الفل. اديني اشرب. لا طب انت مالك ومال غيرك؟ انت رايحه تقعدي مع اصحابك، ما كفايه ان انت بتشربي من غير ما تشربي. فاهمه ازاي؟ فانا انصح كل واحد يتعامل ويخاف على صحته، عشان ما حدش بيخاف على حد. وفي نفس الوقت دي ظاهره ما بقتش كويسه خالص خالص. وعايزين نقول برضو من ضمن الكلام انها بتأثر تأثير سلبي بين الزوجين. بمعنى ايه؟ ان ممكن الزوج فعلا يحب يفسح مراته او اولاده في اي مكان تاني، وده حقيقة. بس تعالوا بقى يجي الزوجة تقول له ايه؟ تعالى خرجنا النهارده. طب اخرجكم فين؟ قبل ما الزوج بيفكر يخرج فين، بيفكر المكان اللي هو رايحه هيشرب فيه الشيشه او السجاره ولا لا. طب وايه ده كلام؟ طب ليه الانانيه اللي احنا بقينا فيها دي؟ ايه الانانيه دي؟ ايه يا عم في ايه يعني؟ انت اناني ليه؟ طب ما طفلك زي ما انت عايز تشرب سجارتك اللي انت حاسس انها روحك، طب ما طفلك برضو اللي عليه حق يعني ليه، يعني عايز منك حق برضو ان انت تعامله كطفل. عرفه الدنيا الحلوه اللي احنا اهلنا عرفوها لنا. احنا النهارده التكنولوجيا بتاعتنا دي ضيعتنا على فكره. عارفين ضيعتنا ليه؟ مش عشان هي وحشه، بالعكس، لا طبعا التكنولوجيا جميله جدا وحلوه قوي وكل حاجه مخترعات زي الفل. بس احنا المصريين او احنا الناس اللي بنستسهل الامور بنحب دايما نبص على الضرر ونقول هو ده. عارفين ليه؟ لان الضرر سهل. اما اضر نفسي سهل قوي، ما مش صعب ان انا اضر نفسي. اشرب سيجاره، طب ما سهله. تعالى بقى امنعها، وريني قدرتك، وريني الاراده بتاعتك قد ايه انت تقدر. ما انت بتقول انا ممكن ابطلها، طب بطلها، وريني هتبطلها ازاي. ماشي؟ اللي عنده 20 سنه زي ما كنا بنقول برضو قبل التقرير، اما تطلع سلم ما يصعبش عليك نفسك كشاب. مش هنقول طفل، 20 سنه مش طفل، بس كشاب لسه في مقتبل العمر. في نفس الوقت مع احترامي للجميع، احنا النهارده في حاله اقتصاديه مش حلوه،
والشباب اللي هم 20 سنه او تحت ال 20 سنه، لان الشيشه والكلام ده بيبدا من 18 كمان، يعني بيبدا من اعمار بجد تحزن لما الانسان يشوف اللي بيشربها. فانت ما بتلاقي الاطفال او الشباب دول معهمش فلوس، ومع ذلك تلاقيه مجنون عايز سجاير، ويحاول يجيب من هنا ويجيب من هنا، حتى لو هيروح يشتري سجاير فرد. لا اله الا الله. طب انت ايه ده انت في جامعه، انا بتكلم مش على صفه معينه او حد معين، اللي في جامعه واللي محامي واللي دكتور ونفسه بيشرب. اما انت دكتور وبتشرب وعارف اضرارها طب ايه النظام ده يعني؟ ايه يعني نفسيا، عادات، حب فيها. هي فعلا معتقدين انها لو الواحد عنده شويه زهق ممكن تضيع زهقه. طب نكلم نفسينا. في بعض الناس بيقولوا لو نفخ فيها بيحس ان هو خد اكسجين كده. الله، طب ما تاخد اكسجينك يا عم بشويه رياضه، الرياضه اللي احنا بنخسر مش لاقيينها دي. بطريقه شرعيه كده، ان انت تاخد الرياضه وبطريقه حلوه كده، وان انت تتقرب. عايز تاخد وتدي، طب ما تقرا قرانك مثلا، ما القران برضو بياخد ويدي. يعني لما تقول بسم الله مش عارف، هتلاقي رايح جاي الكلام بيطلع وبينزل، هتلاقي نفسك قربت لربنا، هتلاقي قرب ربنا. بقى انسى بقى، ولا تقول لي شيشه ولا تدخين ولا الكلام الفاضي ده كله. احنا بعيد قوي عن ربنا على فكره. فيعني معايا فاحنا عايزين نقول التدخين مضر، وفي نفس الوقت عايزين نقول بالنسبه للسيدات والاطفال. الرجاله احنا كنا بنحفر عشان نقول لهم بس حرام عليكم فلوسكم، بس حرام عليكم صحتكم. طب الكارثه السيدات والاطفال النهارده هنقول لهم ايه يا ناس؟ يعني عايزين نقول ايه؟ هل نعمل قانون للسيدات انهم لو قعدوا على الكافي او الكلام ده كله نعمل لهم قانون او غرامات زي ما بعض الناس بيقولوا؟ مش انا اللي بقول على فكره الحاجات دي، انا بعض الناس بيقولوها ان ممكن نعمل للسيدات ده. بعض الرجال بقى اللي هم بيقولوا ايه، لان احنا اصبحنا للاسف النهارده منقسمين في كل حاجه، ودي الكارثه اللي احنا بقينا فيها كبلد، كشعب، كبني ادمين. كنا بنحب بعض، ويا رب نرجع نحب بعض تاني. كل حاجه بقى منقسمين فيها. بمعنى ايه؟ في بعض الناس يقول لك الشيشه للسيدات، خلينا في السيدات بلاش الاطفال دلوقتي، خلينا في السيدات. الشيشه في راجل يقول لك ايه؟ الشيشه لا طبعا، ايه الست دي اللي هتشرب لي شيشه؟ هي ناقصه تعمل راسها براسي؟ اهو جزء تاني يقول لك الست الشيشه لا براحتها، بالعكس دي بتعمل لي برستيج انها بتعرف تشرب شيشه. دي كده داخله في جو ايه بقى؟ جو عايزه اقول ايه؟ جو انها حاجه كبيره قوي. جو الحاجه كبيره قوي، في نفس الوقت جو ان هو يعتقد ان ده تقدم، وفي نفس الوقت هو في نفس يعني بيعتقد ان هو كده ما بيخنقش مراته. حاجات كتير قوي، حوارات كتير قوي. فالانقسام ده حاجه مش حلوه. وفي نفس الوقت عايزين نقول برضو بالنسبه للسيدات، في حد سأل دكتور، وليكن هنقول اسمه، اسمه عمر عبيد، بنقول عليه، بيقول سألوه بيقولوا له ان الشيشة اصبحت موضة ولا عادة اكتسبناها عشان البيئة اللي احنا عايشين فيها، تمام، ولا نتيجة تقليد الناس لبعضها؟ تمام. عايزين نعرف اجابته كانت ايه. بيقول لك هنا الاجابة ان الشيشة في اغلب الوقت بتبقى منتشرة بين الصبايا، ماشي، وفي نفس الوقت ممكن تكون تقليد اعمى، تمام. وطبعا احنا عارفين كلمه صبايا يعني هم الشابات الصغيرين او البنات الصغيره. وفي نفس الوقت بيقول لك ممكن نتيجه برضو للاسف، ودي حلقه من الحلقات احنا اتكلمنا فيها، اللي هي الافلام اللي بيبقى فيها الحاجات دي مباحه بطريقه حلوه، والبنت هاي قوي فراحه تشرب في الكافي مش عارف ايه. فبيقول لك ممكن نتيجه الفضائيات العربيه او الفضائيات بمعنى اصح رؤيتها اليوم. بيقول لك حاجه تانية، ايه هي؟ ان ممكن انتشار الكافيهات بطريقه غير طبيعيه. فعلا انت كل ما تمشي كل حاره كل شارع بتلاقي كافي وبتلاقي كازينو وكمان ايه ده، ابتدينا كمان بدل ما نبطلها ابتدينا نخصص للنساء كافيهات، ودي الكارثه الاكبر. طب انتوا عارفين الشيشه دي بتعمل لكم ايه؟ على فكره معلومه ممكن تكون عند البعض والبعض لا، الشيشه بالنسبه للسيدات ممكن تعمل لهم اجهاض للحوامل. ده خلاف طبعا ان احنا عارفين انها كوارث ولسه قايلين
في الصدر والقلب والحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. خلاص. حاجة تانية بنقول ان في نفس الوقت بنقول البنات لما بيشربوها في بعضهم بيحسوا ان هم بيبقوا اضعف من الشباب شوية. في كده في اهالي، احنا في عصر الراجل والمرأة برضه على فكرة، اوعوا تقولوا حرية ولا الكلام ده، فما زلنا البنت بنت والشاب شاب. ففي بعض البنات بتاخد الشيشة دي، اولا غير انها ستايل، يقولوا هم ستايل، لا بيقولوا اشمعنى الشباب، طب البنات لا ليه، احنا اقل منهم في ايه؟ فبياخدوها من هنا ان هم تساووا بالرجال بشرب الشيشه او بشرب السجاير. فبرضه هنقول في الاخر هي نفسيه. في بعض الناس بتقول، او الدكتور اللي اتكلمنا عنه من شويه برضه بيقول ان هي ممكن بتكون البنات بتحس بحريه بيها، حريه، يعني كارثه ان احنا بنقول الحريه عشان انا اعمل حاجه تفيدني، حاجه احس انها بتعلي شأني. مش حريه ان انا اقعد على كافي لما اضيع لي 3 4 ساعات على كافي. عملت ايه في دراستي لو انا في دراسه؟ عملت ايه في نفسي؟ يعني انا ضريت نفسي. تمام. وفي نفس الوقت انت كشابه سواء جامعيه او طالبه او احنا بنقول للشاب بيتصرف بطريقه او باخر، وده مش صح، وما بنصحش حد ان هو بيتصرف عشان ياخد فلوس الدخان او السجاير او التدخين او الشيشه من اي حته، او بتصرفه، او ممكن يعني باسلوب غير لائق، او عشان الام مثلا، في بعض الامهات بتدلع الشباب فتقول له طب يا حبيبي خد. اكبر غلط على فكره انها تقول له طب يا حبيبي خد، وفي نفس الوقت الشباب بيبقوا صعب شويه، ما بتعرفش تتعامل معاهم صح يعني. انما انت كبنت عارفه يعني ايه بنت؟ على فكره انا مش مع الدكتاتوريه خالص، بالعكس انا مع الحريه قوي، وانا بقولها كده وش، انا مع الحريه جدا جدا. بس قبل ما ابقى مع الحريه ابقى مع الصحه اللي ربنا رزقهاني، يعني انا ربنا اداني خير من عنده، اداني صحه كويسه، اداني عقل ما اداهوش لاي حد. يعني في ناس مجانين، يعني انا عاقله بقى، افكر في صحتي، افكر في دنيتي، افكر. السجاير بتعمل ريحه وحشه للبنت، يعني لو هي زوجه او هتتجوز هي خلاص بقت عاده عندها، تعالي اشربي بقى. طب ريحه البق نفسها مش حلوه كبنت، البنت معروفه بانوثتها، بجمالها، بشياكتها. النهارده البنت لو اي حد، او مش معظمهم على فكره، ما بتكلمش على كل البنات عامه عشان ما حدش يقول ان انا بقول البنات كلها، لا لا لا، هنقول معظمهم، وليكن النص والنص ايا كانت، بس هي ظاهرها مش محبوبه. البنت نفسها دلوقتي علبه السجاير حاجه جميله قوي قبل علبه المكياج، تدور عليها كأنها بقت مدمنه. فين سجاير تحطها وبعدين تحط المكياج؟ اصبح المكياج وعلبه السجاير سواسيه سوا، بمعنى ان البنت بتحس ان زي ما هي مش قادره تتخلص من الميك اب، وبتحس انها هتبقى وحشه من غير الميك اب، في نفس الوقت هي بتحس ان السجاير برضو هتبقى وحشه من غيرها، او هتحس بانها قليله. فاحنا بنقول ان ده برضو من ضمن الاسباب اللي بتخلي البنات بتقرب للشيشه. وفي نفس الوقت بنقول نراعي نفسينا، يعني البنوته معروفه بجمالها وبحلاوتها، ما تضيعهاش. لما الاقي طفل، انا عايزه اقول لاصحاب الكافيهات، اما اصحاب الكافيهات نفسهم، لما انا اشوف اطفال في سن 9 سنين و10 سنين قاعدين بيشربوا شيشه في العيد، مش شرط عيد، بس احنا بنقول في العيد لان برضو مش عايزين نظلم كله، وبنقول ان هم بياخدوا الفلوس بطريقه او باخر، لا هنقول في الاعياد. اصحاب الكافيهات دي لازم يراعوا ربنا، مش عشان انت بتاخد فلوس لازم توافق انه يقعد الطفل، لا 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 لا، لازم تقول له لا، انهي اعمل اللي عليك والباقي على ربنا، والباقي على اولياء الامور. يعني ما توافقش عشان تاخد رزق تضر نفسك. فما ينفعش مش عشان انت تاخد فلوس وتكسب ومكسب وتحس ان هي انت حريه. ما بابا اداله فلوس وهو جاي يبيع وهو حر، ماشي انا معاك ان بابا اداله فلوس، بس بابا ما يعرفش، هو لو يعرف ان بابا ان هو رايح يشرب اكيد مش هيوافق. فانت اعمل اللي عليك، قول للاطفال لا، ده انا بتمنى. فعايزين مراعيه لله في كل حاجه، دي حاجه. الحاجه التانية عايزين نقول بالنسبه للسجاير والكلام دوت، هي مش اضرار لينا واحنا وبس، كمان
انتوا بتقولوا ان احنا عايزين نعتمد على نفسينا. من ضمن المعلومات او الحاجه اللي انا اقدر اقولها لكم ان السجاير او التدخين بمعنى اصح هو اضرار على المجتمع ككل. بمعنى اللي ما يعني المواد نفسها اللي بتصنع منها السجاير او المعسل او الحاجات دي كلها ماشي، مفيش اي مشاكل بالنسبه للحاجات ديت. انتوا عارفين انها معانا مداخله هبه من القاهره. الو. الو. ايوه يا هبه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا وسهلا. منوره الشاشه يا استاذ عبير. ربنا يخليكي، ميرسي لذوقك يا هبه. اموري. الموضوع بتاع النهارده هو كويس، لان احنا بنشوف في الايام دي ظاهره كتير في الكافيهات اللي اقل من 10 سنين و11 سنه. تمام. فالمفروض يعملوا في الكافيهات يمنعوا ان هم اقل من 21 سنه. انا لسه كنت بقول برضو نفس الموضوع يا هدى، لسه بقول نفس الموضوع، بقول يتقوا الله شويه، مش مكسب وبس. انا معاكي. يعني المفروض اصلا ينزل قرارات ان يمنعوا 21 سنه. دلوقتي ما بقاش في رقابه على الكلام ده. تمام، انا معاكي. لان الابهات والامهات لقد ما هم يعني في ابهات بتشتغل، في امهات بتشتغل، ممكن يكون مش واخدين بالهم من حاجات كتير. اكيد اكيد اكيد. بس فهو الموضوع كويس وممتاز. طب ايه رايك بالنسبه للسيدات بقى؟ احنا بنتكلم على منع الاطفال في الكافيهات والسيدات، ايه رايك فيهم لما بيشربوا الشيشه؟ والله هم واخدينها دلع. دلع. احنا بنشوفها ان هم ايه. الصحه بالنسبه يعني لما بيشربوا الصحه بتاعتهم. ما هو دلوقتي ما حدش بيفكر في صحته، على قد ما يقول ما كلها ماشيه، يعني كلها الناس تعبانه، كلها الناس بتاكل حاجات تعبانه، كله بايظ. يعني زي ما احنا بنقول يا هدى ان بالنسبه للشيشه الخط اتقطع، ومع ذلك ميرسي ليكي يا هدى. يا هبه اسفه، ميرسي ليكي يا هبه. وفي نفس الوقت بنقول زي ما هبه قالت ان الشيشه مجرد دلع، بناخدها دلع. طيب ما في دلع في حاجات كتير ممكن نتدلع فيها. طيب خلوني اكمل بس الجزء اللي انا كنت بقوله ان ده ضرر على المجتمع. انتوا بتقولوا احنا عايزين نعتمد على نفسنا كبلد. طيب المعلومه اللي عايزه اقولها لكم ان معظم الحاجات اللي بتصنع منها الشيشه او المعسل او الكلام ده كله فهو بيبقى مستورد من الخارج، يعني ما انتش بتعمل صناعه بلدك نفسها ولا بتحسن فيها. فلو انت عايز تشجع البلد وتتعب نفسك وصحتك والدنيا دي كلها، خلاص اتفضل، مفيش اي مشاكل، ماشي. فخليني اقول لكم ان كل انسان لازم يراعي نفسه، لازم يراعي نفسه. لازم نبعد عن السجاير، لازم نكون قدوه لاولادنا، لازم نكون قدوه لنفسينا. الزوج لما يحب يشرب بلاش يشرب في البيت، حتى ابسط الامور. عايزين نقول شويه نصايح كده زغنطوطه للي عايز فعلا يقاوم نفسه. بقول يعني مثلا لو حد بيحب السجاير، قبل ما تمد ايدك عشان تاخد السجاير حاول تخليها في ايدك مده اطول، ما تولعهاش بسرعه، بحيث ان انت تتعود ان مش على طول اول ما تاخدها تولعها، يعني لعل وعسى تكون بدايه خير. في نفس الوقت بنقول حاول لما تيجي تشرب السجاير او الشيشه عامه، بنتكلم على التدخين ككل، ما تاخدهاش يعني خلاص يعني هتموت وتشفط قوي لغايه انها تيجي على صدرك، لا خدها كده على خفيف في الهواء. ده كله احنا بنقوله مش تشجيع، انما للتدريب عن بعد التدخين، للتدريب عن بعد التدخين. وفي نفس الوقت بنقول حاجه تانية، لما تلاقي نفسك انت عايز تبتدي تدخن، ده لو انت فعلا عايز تبقى عندك اراده، يعني ابتدي اشرب اي حاجه. يعني انا دلوقتي هشرب سجاير جنبي، لا اشرب ميه، تمام، اقرا برضو، يعني كل ما الاقي نفسي عايز اخش في التدخين لا اقرا. في نفس الوقت روح العب رياضه شويه، للكل بقى، طفل، سيده، راجل، روح العب رياضه. الرياضه دي بتخلي الجسم مفيد. اول ما هتلاقي نفسك على فكره انت بتلعب رياضه، هتيجي تطلع سلم هتلاقي نفسك زي الفل، ما بتنهكش، مش عارفه، هتحس بالخير اللي ربنا رزقه لك، تمام. في نفس الوقت عايزين نقول نراعي ربنا في نفسينا ونبدأ بنفسينا. في نفس الوقت بنقول ربنا ادانا نعمة، كفاية الكيماويات اللي في الأكل من الآخر، يعني مش هنضر نفسنا كمان في السجاير اللي ما بتعمل لناش حاجة، تمام. فيا رب يكون موضوع النهاردة حرك شوية من بعض الناس ان هم يبعدوا عن التدخين، ونقول ان شاء الله يكون خير، والموضوع اللي جاي باذن الله يكون افضل من كده. واتمنى ان دايما تكونوا معانا، انا عايزه اي اقتراحات، اي مواضيع انتوا حابينها
برنامج صفحة من البيت والشارع على الفيسبوك. بترحب بأي حد، بأي فكر، أي مقترحات، أي برامج، احنا معاكم. فأهلا وسهلا بيكم في أي وقت، وتسمحوا لي، وإلى اللقاء. السلام عليكم.